ازيكم؟ بعد الفيديو اللي عملته المرة اللي فاتت على الموضوع بتاع أهمية إن الواحد يقضي كواليتي تايم مع أولاده، ناس سألتني وقالت لي يعني إيه أقضي كواليتي تايم مع أولادي؟ ما أنا بقعد معاهم. هو الحقيقة القعدة مع الأولاد وأنا بطبخ وهم بيذاكروا، أو إن أنا أبقى قاعد في نفس الأوضة وهم بيلعبوا بلاي ستيشن وأنا بلعب في الموبايل، ده مش معناه كواليتي تايم. كواليتي تايم معناها إن أنا أبقى قاعد مع الطفل وشايفه وبسأله أسئلة ليها علاقة بيه هو، حياته عاملة إزاي، اليوم بتاعه كان عامل إزاي. الأولاد لما بيحسوا إنهم متشافين بيستريحوا نفسيا، ما يبقوش عصبيين، بيبقوا مش ميالين ان هم يعملوا حاجات تضايقنا. انما لما بيحسوا انهم مش متشافين بيبتدوا يتصرفوا بشكل فيه عصبيه، عشان زي ما يكون بيقول لك بص عليا، خلي بالك مني. وده مش بس مع الاولاد، الحقيقه هو مع كل الناس. كواليتي تايم معناها ان انا مقضي وقت وانا مركز مع الشخص، وانا باصص له وبتكلم معاه وبساله حاجات ليها علاقه بيه هو. ده بيفرق كتير جدا في العلاقه.